الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى، بما اننا دخلنا على الشتاء، بدات اعمل لكم بقى الوصفات الحلوه كده بتاعه الشتاء اللي بتدفي. فالنهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه بتاعه القرنبيط. الوصفه دي قبل ما ابدا في اي حاجه، والله يا جماعه انا ما شفتش حد عملها قبل كده ولا اي حاجه يعني. دي تقدروا تقولوا هبدا من هبداتي، افتكاسه من افتكاساتي. الفكره جات لي ازاي؟ انا هقول لكم الفكره عشان برضو يعني تصدقوني. ان انا كان عندي حته قرنبيط صغيره، فحسيتها انها مش هتكفي. فانا رحت عامله ايه؟ رحت عامله الفكره اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، اللي هي ايه بقى؟ رحت جايبه القرنبيط. انا دلوقتي هقول لكم المقادير كده بالسريع، وهبكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. جبت القرنبيط، حطيته في الخلاط، وحطيت معاه توم فصي. يعني مثلا انا عندي ده، انا مش قادره احدد لكم الكميات بالظبط. انتي هتاخديها كده بالعين. لا يعني، وانا هوريكي برضو في الفيديو. هنحط عليه التوم. هنحتاج في الوصفه توم، نشا، دقيق، كركم، ملح، كمون، قلت الكركم، بيض لو امكن، واللي هي الخضره اللي هي شبت وكزبره او بقدونس اللي موجود، ونشا، وبيكنج باودر. الحاجات كلها بتاعت الخلطه الطبيعيه وبتاعت القرنبيط، ورحت حطها في الخلاط. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنقول بسم الله. وقبل ما نبدأ في اي حاجة، حابة اقول لكم بس على كم حاجة كده. البيض مش شرط مع القرنبيط يا جماعة. بما ان البيض غالي، فانا هعمله ببيضة واحدة، وانا قبل كده عملته من غير بيض يعني. المرة اللي فاتت ما كانش عندي بيض، اول مرة جربته فيها ما كانش عندي بيض، وعملته عادي وما قالش لا. المهم، انا سلقت القرنبيط. سلقته، حطيت عليه شويه لبن علشان يبقى فاتح كده ومنور، وشويه كمون. اللبن بيضيع الريحه وبيضيع الانتفاخات، مع الكمون بيساعد اكتر من الكمون. بيضيع الانتفاخات وبيخليه منور كده وحلو. المهم، هو هنا كده مسلوق، ده مسلوق مستوي خالص يعني. هنحطه في الخلاط. ماشي. الوصفه برضو انا ما عنديش لبن، او عندي ومش هعمل بلبن عشان اوريكم ان انا ممكن اعملها من غير لبن. تمام. فانا هحط القرنبيط في الخلاط اهو. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بس ان كل كوبايه ونص دقيق بتحط لها كوبايه، نص كوبايه نشا. تمام. انا حطيت القرنبيط، هحط دلوقتي الثوم. هحط فصين كبار مثلا. التوم برضو يعني ما تكتريش. ماشي. وهحط الدقيق بتاعي. المفروض ان انا هحط هنا لبن، بس انا عايزه اعمل الوصفه كده اقتصاديه من غير لبن بقى وصيامي بمعنى اصح. وممكن كمان ما نحطش البيض زي ما قلنا. هحط النشا. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي تحفه تحفه بجد يعني. عيالكم لو مش بياكلوا القرنبيط بجد هيطلبوه منكم. حطيت انا كمان النشا كده. هو طبعا مش جاي في الكاميرا انا بعمل ايه اهو. تمام. انا بس بعد الستاند عند بنتي علشان بتيجي عليا يعني، ومش بعرف اشتغل منها. يبقى احنا كده حطينا الدقيق والقرنبيط. احنا ممكن نعمل في الكبه يا جماعه برضو الموضوع ده. هحط انا بقى عشان بس وقت الفيديو، هحط البقسماط. البقسماط برضو نص كوبايه زي النشا. تمام. البقسماط ده بيديله قرمشه. ممكن ما تحطيش لو مش عايزه اهو. وهحط بقى التوابل بتاعتي. الكركم مهم جدا، خلي بالكم زيه زي الكمون، هيديله لون ذهبي كده مقرمش حلو يعني. انا هحط معلقه كركم اهي، معلقه كبيره بقى، ومعلقه كمون اهو. بصوا الستاند، الفار الصغير جه. تمام. ومعلقه فلفل اسمر. مش هكتر الفلفل الاسمر، هحط نص معلقه، مش هكتره عشان الريحه بس.
مش تبقى شديده. هو حلاوه القرنبيط بالكمون. تمام، يبقى احنا حطينا كده ايه كل مكوناتنا. وانا لو نسيت حاجه برضو يعني هحطها بعد كده، فانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كامله يعني. وطبعا الملح ده بقى ايه زي ما قلت لكم، انا ما بقولش لحد على الملح على حاجه معينه، علشان يعني انا بحب الحاجه مثلا ملحها مظبوط، بحاول اقلل في السكر والملح بتاعي. ماشي كده احنا ايه كل كوبايه ونص دقيق عليها كوبايه ميه او كوبايه وربع، طبعا على حسب برضو المكونات اللي معاك. فانا هحط الميه هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهشغل الخلاط. والله يعينه الخلاط بقى ايه، هو كده كده القرنبيط بتاعي مسلوق ومهري، يعني انا سلقاه السوا جامد. فانتي لو مش مسلوق جامد اهرسيه انتي جامد. المهم انا كده بقى هطفي الكاميرا على ما اشغل الخلاط واطحنه جامد، وارجع لكم اقول لكم عملنا ايه. نسيت احط شويه من الخضره. الخضره دي انت ممكن تحطها في الاخر، بس هي بتديله طعم، خلي بالكم اهي. حطها في الاخر بحيث قصدي انها تبان في الاخر يعني في اللي احنا هنعمله. هوقف بقى الفيديو اشغل الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا كده انا بعد ما خلصت ضربه في الخلاط زودت الميه على قد ما الخلاط يمشي، ومش تقلقوا طبعا دوت كده بلوزه يعني خالص على اللي بيقول. فاحنا هنعمل ايه دي كده هنجيب بقى بوله ونحط فيها الخليط ده ونشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما جبت الخليط كده هبدأ بقى ازود في الدقيق تدريجي، ماشي، علشان الخليط يمسك. هي الفكرة هنا ان احنا هنعمل فطاير القرنبيط. هي كده بقى فطاير القرنبيط، حاجة كده ايه جديدة كده، اختراع يا كوتش، عشان كده بقول لكم الفكرة دي حصري عني. هنقلبها بقى بمضرب يدوي بايديكي كده لحد انا عايزاها ما تبقى قوامها كده ايه شبه متماسك، ولا منه شبه الكيكة ولا منه ايه عجين خالص. هفضل ازود الدقيق، ماشي. وبرضو بعد ما اخلص بصوا هي الخضرة زي ما قلت لكم ايه مش باينه هنا، يعني انا عايزه بقى كل حاجه تتدارى مش تبان، بحيث ان احنا بنعمل الحاجه بقى اللي بيعمل قدامكم ما يشوفش. بصوا انتوا ممكن تعملوها بالشكل ده هتتعمل عادي وتروح حاطينها كده في الزيت، بس انا حابه اتقلها اكتر لان ممكن ما حدش يتمكن، يعني انا ممكن اعملها عادي معاكم كده اهي. وهعملها خلاص هي الحبه دول وخلاص انتوا بس. ومن عندي انا هزود حبه نشا تاني عشان الدقيق اللي زاد ده، حوالي معلقتين كبار كده. المقادير هنا كلها دلوقتي بالويم كده يا جماعه بالبركه. بصوا هي مسكت اهي، طبعا مش فيها اي زيوت او سمن لان هي اصلا هتتقلي في الزيت فمش محتاجه. وزي ما قلت لكم الوصفه دي صيامي او دايت او كده، هي مش ممكن تحطوها في الاير فراير بس تقلوها بقى شويه، او تطبخوها في اسمه ايه ده اللي هو الساندوتش ميكر والحاجات دي، ممكن تحطها بقى في القوالب اللي هي زي بتاعه الكيك والدوناتس والحاجات دي. ادي احنا كده ايه قلبناها. هناخد برضو شويه خضره عشان لو عايزينها يعني ايه تبقى باينه كده فيها اهي، بحيث ان الخضره تكون باينه يعني واحنا بنعمل الفطاير كده، الخضره هتدي لها شكل. مش عايزه تعملي الحركه دي تاني يعني ما تعمليش خالص كده، اكتفي بالخضره اللي انت حاطاها وخلاص في الاول. بس هي بصوا هتديها شكل كده ايه خزعبلي. حبه كمان البقدونس والكزبره بيدوا ريحه حلوه جدا للاكل، بحبهم يعني اكتر من البقدونس والشبت يا جماعه. الكزبره والشبت ايه اللخبطه دي اهو. كده ايه خلصت عندنا. انا كده يا جماعه اهي الخلطه
بعد ما قلبتها وشفتها لو عايزه ملح تاني تحطي، انا حطيت ملح تاني. عايزه تحطي كركم تاني عشان تحمر لك اللون، تديها لون ذهبي براحتك. بصوا بقى القوام، هتتحط في الزيت ما تخافيش مش هتفرش منك. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. المهم بس تتاكدي ان كل المكونات اتخلطت مع بعض اهي. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا بقى، في زيت غزير على النار وسايباه يسخن بس مش سخن قوي. هبدا بقى احط بالمعلقه، ممكن تحطي بكبشه باي حاجه عندك، فانا هحط بالمعلقه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتنزل في الزيت قطع زي ما هي زي ما قلت لكم. البيكنج باودر مع النشا هيخليها خفيفه ومقرمشه، مش تقلق. وهي هتطلع تاني هتطوف على الوش. انا كنت موطيه النار بس شويه وعليتها دلوقتي عشان ايه, تبدا تعمل تشتغل. هتلاقوها بقى ايه بتسخن اهي، وهتبدا تطلع لفوق لوحدها. طبعا الافكار اللي انا بعملها لكم في الخلاط كل حاجه في الخلاط دي ليه؟ النتيجه هي وممكن احسن كمان. وبعدين قعدتي مع عيالي بقى والوقت الضيق وعايزه انجز بسرعه واعمل كل حاجه بسرعه، خليني احاول اخترع واشوف اي حاجه تنجز معايا الوقت. فالوصفه الخلاط دي بتخليني انجز كمان يعني. اي حاجه في الخلاط بدل ما قبل الواحد يقعد يقطع ده لوحده يعمل ويسك وميك، الخلاط بينجز. والهاند بلندر كمان يا جماعه، روحي في المطبخ بس يلا بقى. باظت للاسف واسعار غاليه، والواحد انتوا عارفين بقى اللي بيجيب حاجه مش بيعرف يجيب غيرها تاني. فاحنا اهي، انا ممكن بس اعمل كده عشان هي لو لازقه تحت ولا حاجه، عشان الزيت كان بارد ساعه ما انا كنت مغطيه عليه، فممكن اهي وهي شغاله هخلي بالي منها عشان مش تتحمر وانا مش واخده بالي. هحط واحده تانية لما ثبت لي مكان كده بقى، هبدا احط هنا غيرها وهجهز الطبق اللي هتطلع فيه. هو الطبق ده وهنش فيه شويه خضره. هي الخضره بتبقى طبعا في القرنبيط حلوه، هنفردها بقى كده بتبقى ايه بتتفرد تحت كده. هبدأ بقى ايه اقلب فيها على الوش التاني لما تاخد لون ذهبي اهي. بحاول اشوف بس اللي اتحمرت واقلب. بصوا القرمشه، بصوا نفشت ازاي. ده بدليل انها يعني عايزه اقول لكم انها طعمه، وبجد والله العظيم هتعجبكم جدا وهتعجب عيالكم. حطوا لي بقى لايك حلو كده زيكم، ومنشنوا لاصحابكم بقى في الفيديو، وعرفوهم على القناه ان شاء الله عشان اكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ودعوه حلوه كده لو الوصفه عجبتك يعني وجربتيها وعجبتك. دي لسه محطوطه. بصوا ما مش هي مش فتفتت يا جماعه، دي نزل من المعلقه وانا بحط، لكن هي ما اتهرتش ولا نزلت اي حاجه خالص. لذيذه فطاير بمعنى الكلمه. تنفع بقى ياخدوها معاهم من المدرسه، تفطروا وتتغدوا وتتعشوا بيها. جميله والله العظيم يعني. هما لما عرفوا ان انا هعمل قرنبيط زي بتاع المره اللي فاتت فرحوا.
قالوا لي ان ده اطعم بكتير من القرنبيط الوردات يعني، اللي هو المقلي التاني. هي العين دي بس ضعيفة فخدت وقت، انما انت لو حاطة على عين شديدة هيتقلي معاكي على طول. انا بقى هفصل بس الفيديو ولما تتحمر اللون اللي انا عايزاه هوريها لكم. بصوا كده هي اخدت اللون اللي انا عايزاه اهو، الذهبي المقرمش اهي. طبعا درجة اللون تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزة اهي. عايزه اقول لكم ان دي كمان انا مخلطاه، ده براحتك يعني، مثلا مش شرط كله دي متعدد الاستخدامات من بره. حتى شويه من دي الغله لان بقيت بحب استخدمه في كل حاجه، علشان هو صحي اكتر. كل ما كان الدقيق غامق كل ما كان صحي اكتر يعني. هوطي وهحط بقى ايه الكميه الباقيه وارجع لكم في الاخر بعد ما نكون خلصنا بقيه الكميه. في حاجه نسيت اقول لكم عليها، اللي هو وانتوا بتطلعوا وطوا قبل ما تطلعوها وروحوا موطيين على الزيت خالص، وطوا على اقل درجه خالص وطلعوا، بحيث ان انتوا على ما تخلصوا تطلعوا الكميه الموجوده الزيت يهدى ويبرد شويه علشان تحطوا الحطه اللي بعدها، لان مش ينفع تتحط والزيت سخن جامد، لازم يكون ايه ساخن مش مغلي، مش اللي هو ساخن مولع يعني. دي حاجه برضو ايه حبيت اقولها لكم قبل ما انساها يعني، عشان ما تسقطش مني. بحب افيدكم بكل تكايه في الموضوع عشان الوصفه تطلع زي ما انا عاملاها بالظبط، ومحدش يقول ان يعني ايه ده اي كلام ولا كده. هفصل بقى وارجع لكم تاني في الاخر بقى عشان وقت الفيديو. بصوا انا مش قادره اصبر، حبيت اوريكم واحده. بصوا الجمال من جوه عامله ازاي، رهيبه، طعمها تحفه. بصوا بقى يعني طريه من جوه، دي لسه سخنه يعني انا مش قادره امسكها، طريه من جوه ومقرمشه من بره. انا عشان بس صهد الزيت طالع على ايدي. سامعين القرمشه؟ وبصوا بقى الطعم وانا باكلها الخرفشه. لذيذه. انا بجوعكم علشان تقوموا تجربوها. انا عايزه اعترف لكم في اعتراف ان انا من الناس اللي ما كانش ليا تقول على القرنبيط، بس والله القرنبيط الفطاير القرنبيط دي بجد حبيبتني فيه جدا. بس كل شويه افصل وارجع لكم تاني بقى، هنفصل بقى وان شاء الله مش هرجع تاني الا لما نكون خلصنا خالص. بصوا بقى علشان وقت الفيديو انا ان الموبايل هيفصل معايا، فقلت بقى ايه خلي الكميه الباقيه لان ما شاء الله مطلعه كميه كتيره. عايزه بس اوريكم ان انا خلصت. بصوا اللون عامل ازاي ذهبي مقرمش. بصوا دي شكلها اهي، دي حته رقيقه اهي. بصوا من جوه عامله ازاي، فطاير اهي. اوريكم حته تانية طريه مثلا اهي، بس دي لسه حاميه. بصوا من جوه، انا بس اركز لكم الموبايل عليها اهي بس عامله ازاي. حاجه في منتهى الجمال اهي، تحفه. شوف لكم حته تانية. لا وبصوا بقى ايه مقرمشه، مش عارفه سامعين الصوت ولا لا. سامعين الطرف من بره مقرمش ومن جوه طري يعني، فطاير فطاير يعني. بصوا دي بقى دي دايبه خالص، دي علشان هي كانت رقيقه اصلا يعني اهي. هاكلها انا دي، انا عامله كميه بزياده علشان هما هنا بياكلوه حاف. ايوه بصوا دي البارده اهي، الطبقه مقرمشه من بره وطريه من جوه. تقدري تعملي الوصفه دي في البطاطس هتبقى جميله جدا برضو. وعايزه اقول لكم والله طعمه طعمه طعمه، جربوها وعلى ضمانتي.
اهم حاجه بس لما تجربوها مش تنسوني بس بالدعاء. وفي الختام كده احب اقول لكم نبذه سريعه اللي احنا عملناه. احنا عملنا النهارده وصفه القرنبيطي العاديه جدا جدا، بس حطيناها في الخلاط، ضربنا كل مكوناتنا في الخلاط عشان تطلع فطاير القرنبيط. وبعد ما طلعت زودناها بشويه دقيق بحبه بسيطه علشان تديني قوام يعني سميك شويه، بحيث ان انا اقدر اقليه زي الفطاير في الزيت. ان شاء الله المكونات بالظبط هكتبها لكم في صندوق الوصف، مش تقلقوا. المهم مش تنسوا تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك منه كل جديد، وشير بقى للفيديو. وصلوه لاصحابكم، شيروه لاصحابكم. واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات. واشوف وشكم على خير، واستنوني في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.